السلام عليكم أصدقائي، شخباركم؟ إن شاء الله بصحة وسعادة وعافية. اليوم بنسوي إن شاء الله مرق العدس أو صالونة العدس على الطريقة الهندية مع الشباتي، مع الخبز الشباتي أو الروتي. أوكي يا أحبابي، الحين بقول لكم سهلة وبسيطة ولذيذة من الآخر، لا لحوم ولا أي شيء للنباتيين، حتعجبهم وايد. الحين بقول لكم على بركة الله المقادير. بالنسبة للعجينة عندي معلقتين زبدة، وأبى أضيف عليه معلقتين زيت نباتي أو زيت زيتون على راحتكم، زيت نباتي أنا بحط. الحين بضيف إن شاء الله الملح، معلقة صغيرة يعني كذي ملح، ما نكثر بس كذي. الحين بضيف ماي ساخن مغلي كوب واحد، واشوف اذا احتاجت. حاليا كوب واحد بحط، كوب مغلي الماي. والحين بحركهم الى ان تذوب الزبدة. الحين احبابي بعد ما ذابت الزبدة يعني شوية باقي فيها، اضيف 3 اكواب طحين. بالنسبة للطحين، في طحين يشربوا، في طحين نشوف اذا ناقص نزيد، واذا محتاجة سوائل نزيد. الحين احركهم كذي مثل ما قلت لكم، الماي مغلي. الحين احبابي بعين بدية بايدي. الى ان تتكون عندي عينة ناعمة وملسة. ما احتاجينا احبابي اي طحين، بالضبط هاي المقادير مثل ما انتم شايفين. الحين بعينها 5 دقايق وارد لكم. الحين احبابي بعد ما عجنتها وصارت كذي سوفت وايد حلوة مثل ما انتم شايفين، ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين برش شوية طحين هني، وهني برش طحين. الحين بقطع عينتنا على 4 قطع متساوية. الحين احبابي اغطيها واخليها ترتاح. هي ما بها خميرة عينتنا، اخليها ترتاح. كم ما خليتها ترتاح يكون افضل. وارد لكم، اغطيها وارد. هني احبابي اغطيها وبتركها ترتاح. الحين احبابي بعد ما ارتاحت العينة هني مع خبزاتنا، الحين نبتدي على بركة الله. ناخذ اول ونرقها،
ورش شوية بيكنج باودر مع الطحين. هني أحبابي عندي طحين وبيكنج باودر شوية، يعني نص معلقة صغيرة. ما نبالغ بنربها. الحين أحبابي أدهنها زبدة. هنا الزبدة. الحين نلفها كذي أحبابي، مثل المروحة. والفها رول. واخليها احبابي ترتاح. شوية طحين هني ترتاح هني. الثانية نفس الحالة. اسوي واحدة ثانية معاكم. ترتاح هني واغطيها. كذلك ارش شوية طحين وشوية بيكنج باودر. الحين أحبابي أدهنها زبدة. والفها كذلك مثل المروحة. كذي. والفها رول. تحت. وهكذا أحبابي الآخر المقدار، آخر 4 احنا عندنا. الحين أحبابي أرق العينة. الأول وحدة اللي أخذتها أنا. بسم الله ما شاء الله. بعد ما ارتاحت كذا يا حبايبي أربخها. حطيت الصاج على النار.
الحين احبابي احط الخبزة كذي. الحين امسحها بالزبدة احبابي، شوية زبدة كذي من فوق. امسحها بالزبدة. وهكذا احبابي ظل امسحها شوية بالزبدة. ما شاء الله تبارك الرحمن، روعة هذه الخبزة. هذا الخبز الهندي ممكن نسوي الفطور الصبح لأي وقت كان يتاكل مع الصالون اللي راح أعملها اليوم، اللي هي حق العدس، المرقة أو الصالونة أو ما شاء الله تبارك الرحمن. أظل أقلب فيها. وهكذا أحبابي إلى أن تنضج معانا وتصير لونها ذهبي حلو. نسوي كل المقدار بهالطريقة هذه أحبابي. الحين أحباب بعد ما صارت كذي، الحين أرفعها وأحط الخبزة الثانية، وهكذا حتى انتهاء المقدار. الحين الأول شيء ندهن بالزبدة شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضيف خبزتنا. وهكذا أحبابي حتى انتهاء المقدار. أصدقائي الحين نسوي الصالونة أو المرق اللي هو مرق العدس الهندي. الحين بقول لكم مقادير. عندي هني كوب واحد عدس نقعته مع ربع كوب عدس البرتقالي، نقعته تقريبا ساعة. عندي هني بصلة وايد كبيرة فرمتها ناعمة. عندي كوب ونص عصير طماط قشرته وعصرته. عندي هني ربع كوب شو اسمه هذا، حمص اللي هو مجروش يسموه، ناقعته بماي حار وصفيته. عندي هني معلقة كبيرة زنجبيل طري يعني فريش، وعندي فصين ثوم هرستهم، ومعلقة ونص طماط معجون الطماط. عندي هني معلقة كبيرة كزبرة، نص معلقة كاري، نص معلقة كمون، معلقة صغيرة مال الشاي اللي هي بابريكا، نص معلقة شاي كركم، ومعلقة مال شاي ملح. والحين عندنا الزيت. الحين أول مرحلة أحبابي نروح على التشولة. حطيت الجدر على النار. والحين أحبابي حطيت الجدر على النار. أضيف شوية زيت، وأضيف البصل. أول شيء خل شوي يسخن الزيت، أضيف البصل إلى أن يتغير لون البصل، يصير لونه ذهبي. بنحط المواد الأخرى. الحين أحبابي بعد ما تغير لون البصل أضيف الزنجبيل مثل ما صار كذا ذهبي، الزنجبيل، وأضيف الثوم شوية أقل تطلع ريحة الزنجبيل.
أضيف التوابل. أضيف أول شي معجون طماط، نقلله شوية كذا. الحين أحبابي بضيف التوابل اللي قلت لكم إياها شو هي، وأخلط. الحين أحبابي بضيف عصير الطماط اللي هو كوب ونص، وبضيف شوية أخلطه كذا. أضيف أحبابي العدس اللي هو نوعين، البرتقالي والأخضر، وأضيف الحمص المجروش، وأضيف الماء. الحين ماء المغلي. وتركه إلى أن ينضج أحبابي. وإذا احتجنا ماء نضيف طبعا. الحين أتركه كذي ونغطيه. الحين أحبابي نشوف العدس، ما شاء الله تبارك الرحمن مثل ما انتم شايفين. الحين بضيف البطاط واليزر. عندي بطاطا واحدة صغيرة ويزراية صغيرة، اوكي احبابي، اللي هم هني راح اضيفهم، واحدة بطاطا وواحدة يزر. الحين الى ان ينضجون يكون طبقنا جاهز احبابي. اوكي احبابي، تركه على نار. احبابي وهذا طبقنا لليوم، طبق العدس على الطريقة الهندية، وصحة وعافية وعلينا وعليكم. هذا الرز نقدمه مع الرز ومع العيش، حط شوية بقدونس هني. وهذا طبقنا لليوم احبابي، صحة وعافية علينا وعليكم. احبابي هذا الخبز ما شاء الله تبارك الرحمن مثل ما شوفتكم كيف سويناه، سهل وبسيط. نقدمه مع الروب. وهاي الصالونة مالتنا اللي هي مرق العدس على الطريقة الهندية، ونقدمه مع العيش او الرز. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف شلون مفلفل وحلو. وهاي طبقنا اليوم، صحة وعافية علينا وعليكم، واستودعكم الله واترككم بحفظ الله. ما شاء الله تبارك الرحمن احبابي، مع الف سلامة، الله يحفظكم.